اتحاد العاصمة لمواصلة الدفاع عن لقبه، وشبيبة الثورة لتأكيد السيطرة على الاتحاد هذا الموسم وتحقيق إنجاز تاريخي. السلام عليكم. يحتضن ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة سهرة الليلة بداية من الساعة 10 مباراة قوية عن الدور الربع نهائي لكأس الجمهورية لهذا الموسم. في هذا الفيديو نعلمكم في البداية بأن قناتنا لا تنقل المباريات، وهذا بسبب حقوق البث فمعذرة، وإنما نحن نقوم بإخباركم بالقنوات الناقلة وأيضا بعض المعطيات حول المباراة والحكام، أسماء الملاعب وغيرها، فتقبلوا منا مسبقا. اتحاد العاصمة حامل لقب النسخة الماضية يبدأ ويواصل الدفاع عن لقبه، ويبدأ بمباراة الربع النهائي، وهو بعد أن حقق التأهل في الدور الأول على نجم مقرة في مدينة مقرة بركلات الجزاء 5-4 بعد التعادل السلبي 0-0. في الدور الثاني الاتحاد فاز على مولودية قسنطينة بثلاثية نظيفة. أما في الدور الثمن النهائي فاز في ملعب نيلسون مونديلا على فريق اتحاد الحراش ب3-2 بعد الوقت الإضافي في ديربي عاصمي. أما نادي شبيبة الثورة والذي يصل لهذا الدور لأول مرة، الدور الربع النهائي، ويحاول بلوغ النصف النهائي، كان قد فاز في الدور الأول بوهران على نادي بطيوة ب1-0، ثم في الدور الثاني فاز على جمعية الخروب في بشار ب2-0، وفي الدور الثمن النهائي تغلب على ترجي مستغانم في مستغانم ب2-0. الاتحاد صاحب ألقاب والثورة يبحث 9 ألقاب، والثورة يبحث عن لقبه الأول. الاتحاد هذا الموسم تلقى هزيمتان في الدوري، وكانت كلتاهما أمام شبيبة الثورة في بشار ب1-0، وفي 5 جويلية لهدفان. مباراة اليوم سيديرها الحكم السيد مشيرية أكرم، وفي تقنية الفار سيكون السيد دهار يحيى. أما فيما يخص النقل التلفزي فالمباراة ستكون منقولة على القناة الشبابية السادسة، فمتابعة طيبة للجميع. اتركوا لنا توقعاتكم وملاحظاتكم حول هذه المباراة. هل يفوز اتحاد العاصمة ويواصل حملة الدفاع عن لقبه، أم يواصل شبيبة الثورة الحلم نحو بلوغ أول نهائي؟ دمتم أوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.